النهاردة جاية لكم وصفة خطيرة ومفيش أجدع منها، كبسة إلهام. هنعملها بطريقة سهلة ولذيذة ومليانة بهارات وروايح تاخد القلب والعقل. لو بتحب الأكل اللي ريحته تفوح من أول حاجة بتعمليها فيها خليكي معايا، ووعد مني هتطلع معاكي أحلى كبسة إلهام. يلا بينا نبدأ ونشوف أحلى كبسة. حبايب قلبي، لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي متابعة ولايك ومشاركة للفيديو. طبعا جبنا 3 بصلات وسط وخرطناهم وحطيناهم في الزيت لغاية ما درجة الغمقان توصل معاكي كده. اتك عليهم في السوا. هننزل عليهم بالفرخة، بنبقى مقطعينها ومصفيينها كويس، وهتنزلي عليهم بالفرخة لغاية ما الفرخة يغير لونها خالص. ما تبدئيش تقلبي فيها لغاية ما تحسي ان هي لزقت جامد من تحت، عشان لونها يتغير معاكي، يديكي نفس لون الفراخ وهي طالعة من الفرن كده. اول ما لونها يتغير من تحت تروحي قلباها الناحية التانية تاخد نفس درجة اللون معاكي. هنحط مية سخنة تغلي معانا على ما نبدأ نحط البهارات، ونرجع نحط المية السخنة. هنحط توابل كبسة 2 معلقة كبار، حبة ملح، ما تكتريش الملح لان توابل الكبسة بيبقى فيها ملح، وحبة فلفل اسمر، ونحطي نص برطمان صلصة. حقيقي الصلصة خلت طعمها في حتة تانية خالص. وتروحي دلق عليها المية السخنة، واول ما تغلي معاكي روحي موطية عليها النار وسيبيها تقعد معاكي نص ساعة على النار. بعد ربع ساعة اما يعدي الوقت عليها تروحي نقعة الرز. اغسلي الرز البسمتي كويس ونقعيه في مية، سيبيه في المية لمدة ربع ساعة. هنرجع مع بعض، هتشوفي الجمال والحلاوة. الريحة كانت قلبت الشقة، ريحتها جميلة وتحفة، مخلية ريحة الشقة جميلة قوي، وفتحت نفس الواحد على الاكل خالص. حطينا الرز، واول ما تقلب معانا هدي النار خالص وسيبيها لغاية ما تستوي. استوت معانا وادتنا الجمال والحلاوة. مهما اوصفلك الجمال مش يعني الشكل والطعم في حتة تانية خالص، والريحة حقيقي تفتح النفس. لو عجبك الفيديو حبايبي تاني مش هأكد عليكم تعملوا متابعة للقناة ولايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.